السلام عليكم ورحمة الله. احنا النهارده ان شاء الله في إتاي مع الشيف احمد عبادة. هنشوف طريقة عمل اللحمة البلدي في الافراح. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده احنا معانا ذبيحه، معانا 700 فرد هنخلوهم ان شاء الله باذنك يا رب. نتوكلوا على الله كده ونسلقوا اللحمه ان شاء الله. احنا معانا لحمه بلدي، طبعا احنا باللحمه الخشنه في جنب واللحمه الناعمه في جنب. دي الخشن اللي هي الفخاري بمعنى اصح. اهو دي اللي بتغيب في السوا دي. دي اللي بتغيب في السوا. احنا معانا 3 حلل سليقه، 2 والطور عليه. طبعا بنخلي كل حاجة لوحدها يا شيف احمد. كل حاجه لوحدها عشان لما حاجه تستوي قبل حاجه نلحق نطلعها، ما نقعدش بقى نقلب في الحله ونجيب من فوق لتحت ونقعد نلف ونحير نفسي. يبقى معروفه الخشنه طالما استوت وجاوبت معايا بتطلع على طول، والنعمه نفس النظام لان في لحمه بتستوي قبل اللحمه. ده خشن كله، بص كده اهو. دول الجنين تربياكو دول هنسويهم مع كامل الحله اهو. بص كده دي لحمه خشنه عافيه ازاي؟ بص دي الريش، دي ناعمه. دي لحمه ناعمه، دي بتستوي ده المقدم ده. ده المقدم ودي فرق اهو. دي بتستوي قبل دي. طبعا وانت بتفصص يا شيف بتخلي كل حاجة لوحدها. زي ما انت شايف انا بنشكل كل حاجه لوحدها. يبقى في حاجه بتستوي قبل حاجه. طب ما في ناس يا شيف بتسوي الاتنين مع بعض. والله ده حاجه ترجع له هو بقى، ده راجل دماغه مريحاه. هو حر. احنا بالنسبه لشغلنا عشان بيبقى معانا كميه لحمه وعندك وقت انت ملتزم بيه عشان تاكل فيه، لازم تكون قد المسؤوليه وفاهم انت بتعمل ايه. وما انت صنايعي ازاي؟ لازم تكون فاهم انت بتعمل ايه وبتعمل ايه في الشغل. تمام. طبعا احنا الاول الشيف ما ضفناش اي حاجه. لا لسه بقى، لسه لما ميه تغلي بس تغلي وتطلع الريم بتاعها نبدا بقى نحط لها الطواجن بتاعتها. جرف العيدان والطماطم والجزر والبصل والحبهان، ولو في مستكه ماشي مفيش خلاص واخد بالك، ورق اللورة كل ده بينزل معاه. جالي شيف كذا سؤال، ليه لحمه الافراح بتبقى مميزه عن اللي بنعملها في البيت حتى لو عملناها بنفس الطريقه؟ هقول لحضرتك على حاجه. اولا عشان هي كميات، فالكميات بتديك طعم وريحه وشرب. امكانيات لان معاك كميه. البيت بيبقى كيلو 2 كيلو نص كيلو واخد بالك. برضه انت في الفرح بيبقى معاك كل حاجه متاحه، كاتب لك كشف للزبون وكل حاجه معاك متاحه كل حاجه. انما في البيت انت بتبقى العمليه ملمومه، مثلا ما عنديش توابل هنعمل ايه؟ هننزل نشتري توابل مخصوص عشان كيلو لحمه؟ مش معقوله يعني. وبعدين برضه بتبقى خبره صنايعي، خبره الصنايعي اللي شغال عارف هو بيعمل ايه يعني. ناخده القصه بيبقى نفس برضه الشيف احمد. ايه؟ نفس برضه. والله هي مش عمليه نفس عليه، هو بتبقى خبره شويه يعني. هي خبره صنايعي. هي الخبره الناس بتقول عليه ايه ده نفسه حلو في الشغل، هي بتبقى خبرته صناعيه بس. ايوه. كده انت بتنزل بالناعم بقى؟ لا بالخشن لسه. انا عندي حله واحده ناعم، بناخد ايه؟ لا حلتين خشن. نعلي شويه بقى عشان تبقى تغلي معايا. كده بقى اللحمه الناعمه ايه؟ دي اللحمه الناعمه صعبه اللي هي المقدمين بمعنى صح. الريش اهي. طب قلنا يا شيف مثلا اللحمه الناعمه عباره عن ايه والخشنه عباره عن ايه؟ بص يا باشا، الذبيحه بتيجي بالطول نص امامي اللي هو المقدمين والنص الخلفي اللي هم ايه؟ اللي هم الفخاري. دايما الفخار كلها لحمه خشن. المقدم اللي هي الريش فيليتو روز بيف، الحاجات بتاعت الشوي برضه اوقات بنزلوها سليقه لما بيكونش فيه شوي في الشغل. ايوه واخد بالك؟ لحمه البطن اهي بص، الموس كلها عامه. انما القص والفخايط كله بينزل خشن، لان القص ده بيغيب في التسويه برضه زي الفخذ يعني. بص الريش اهي مكان التشفيه اهي. شايف اهي. هات يا اسلام يلا. بص اللحمه الناعمه كلها مع الموس برضه اللي هتيجي دلوقتي واخد بالك، عشان هم بس لازم تبقى لوحدها يا شيف عشان ما تتهريش. عشان ما تنهريش، لان انا معاها لحمه خشنه، قبل ما تستوي تكون ديت انهرت ونقعد بقى نقلب المقصوصه ونهري في اللحمه. لا دي معروفه ساعه الحته ما تستوي يبقى كله استوى. نديها ملحها على طول ونجي نطلع على طول ان شاء الله. معروف ان كله استوى خلاص. طبعا خلاص. هي دي كلها لحمه اسطمبه واحده. تمام. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي.
طبعا يا سعالي انت بتدي الحله اللحمه بزياده. واخد بالك؟ ساعة ما بتستوي اللحمه بتخس وبتنزل، حتى لو الحله مليانه بتخس وبتنزل في بتنزل في الحجم بتاعها. تمام. اهو. زي ما انت شفت كده يا سعالي ما طلعتش ريم خالص. بس اللحمه ما شاء الله لا قوه الا بالله، الشغل اهي لونها ابيض زي الفل. والله ما طلعنا ريم ولا رمينا حته ريمه منها. اهو. ادي الحلتين والتالتة لسه هتغلي. دوار اللورة. طبعا احنا شغالين بس عادي زي ما انت شايف الجو هنا صعب خالص يعني نار نار. قرفة. ادي القرفة اهي. قرنفل. ادي حبهان. كده خدت الطاوله بتاعتها اهي. تمام. طبعا انا اليومين دول يا سعالي في الغلو ده ما نقدرش نكتب توابل كتير زي الاول. تمام. لا في حاجه بتكلف. لا فلفل اسمر حب ولا الكلام ده كله، المشي نفسي بالموجود اللي هو في نفس الوقت يديني طعم ويعوضني بقى. تمام. حضرتك طبعا احنا حاطين النار عشان بص مفيش ريم خالص اهو. ده دليل على ايه؟ المرعى بتاعت اللحمه نظيفه بتاعت الذبيحه. والذبيحه صغيره في السن مش شايله دهن. ايوه الحاجتين دول. طبعا مرعى. المرعى والدهن والذبيحه صغيره في السن. والسن الذبيحه والله ما طلعت ريمه، وزي ما انت شايف بتغلي احنا موطين النار بص كده. ايوه اهو مفيش ريم خالص اهو. ما شاء الله عليها. بص كده يا سعالي اهو. بص دي ادي الحله اللي الريم طلعتها اهو. يعتبر مفيش برضه. مفيش ريم اهو. ما يعتبرش ريم ما يعتبرش ريم طبعا احنا مش هندي دلوقتي التوابل برضه. لا لسه شويه، انا ممكن اللحمه تغلي اكتر هتطلع لي ريم، فكل ما تطلع ريم تنضف. واخد بالك ننضف الشوربه وبعد كده ننزل بالتوابل بتاعتي. تمام. بص عليه طبعا احنا ادينا الملح من شويه صح؟ طيب خلاص اللحمه جاوبت معانا كده بالشياله اهو بنصفيها عشان ما تتهريش. يا اسلام شويه ملح على شويه فلفل اسمر، طبق من اليمين كده. نعم. بالك يا اسلام. كده اول حله وسعاده. ايوه. اللهم صل على النبي. بألف هنا وشفا. اللهم صل على النبي. بألف هنا وشفا. اللهم صل على النبي. بصوا تعالى ندي ملح وفلفل اسمر. مع حراره اللحمه وسخونيتها بتسيحها وتشرب تشرب منها وطعمها برضه. الخطوه اللي بعد كده ايه بقى يا شيخ؟ دي بتستنى لما تبرد خالص وتقطع وجبات وتخش الفرن. تاخد صلصه بشوربه بملح بفلفل اسمر ببهارات لحم. ما بنديش اكتر من كده في الحر ده بالذات. لا بندي صلصه ولا بصل ولا اي حاجه. الحر ده ممكن يخلي اي حاجه تريح منه. انت شايف الجو هنا عامل ازاي؟ صعب جدا. ده غير النار اللي شغاله حوالينا كمان. تمام. ما بنديش اكتر كده. في الشتاء بندي اللي انا عايزه عادي، الشتاء بيبقى الجو رطوبه وصلعه ما بيزعلنيش اي حاجه. ما بتزعلنيش في حاجه. انما دلوقتي لا ما ينفعش. تمام. وهي اللحمه البلدي ما بتبقاش محتاجه يعني البلدي بقى لا محتاجه لا بصل ولا طماطم ولا صلصه ولا الكلام ده، احنا بس بنخف سنه صلصه بسيطه في الشوربه بس، وممكن ندي شوربه بس كمان، ما بنديش اكتر من كده.
متبلش ولا حاجه. تمام. بس طبعا الشوربه بتاعتنا بتبقى في الحله بتبقى متبله جاهز مكان اللحمه. كده اللحمه اهي بعد ما بردت بدأ الشيف احمد يقطعها اهو بالشكل ده. وجبه يا صاحبي. وجبه. التقطيع ليه برضه يا شيف وجهه التقطيع حسب الالياف بتاعت اللحمه. ما اه نقطعش العكس بتاعها. قطعت عكسها يعني بتفتل كلها مني في الشغل. طبعا السمين اللي زي ده او دي ريش ما ينفعش هتطلع منها ابيض، هي دي كلها ملبسه ببعضها. ودي احسن حته لحمه واطعم حته لحمه. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول في حديث ايه؟ خير اللحم ما خلي منه العظم. احسن حته لحمه اللي انت تطلع منها العظم التشفيه. الريش دي احسن حته لحمه واطعم حته لحمه. اهو اهو. طب في حته الشيف بيبقى لها اكتر من وجهه في التقطيع. لا هو بص يا صالح صلى على النبي، انت بتمشي اهو مع الالياف اهو. بص اهو، انا لو مشيت عكس كده هتفتل مني. اهو هتتفرف. هتفتل مني وتتفرفت حتت ومش هتستحمل تستنى في الصاج كمان. واخد بال حضرتك؟ اهو بنشوف وجهتها فين. دي عدليه اللحمه، ما ينفعش ان نقطعها كده. اهو 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 اهو. تمام. كده احنا هنقطعها ونرصها في الصاج. الصاج مثلا بياخد 100 قطعه 150 قطعه، بعد كده تاخد الشوربه بتاعتها. انا زي ما قلت لك في الصيف ما بنرجعش لا بصل ولا طماطم ولا صلصه كمان. في الشتاء عادي الجو رطوبه، فانا بندي زي ما انا عاوز. الجو صعب معايا ورطوبه مش زعزعاني. وكمان اللحمه البلد الشيف ما بتحتاجش يعني شغل كتير. مش محتاجه يعني، مثلا لو برازيلي مجمد بتحاول تغير الطعم بتاعها، انما دي بلدي حاجه ما شاء الله يعني. محل طعمها بتاعتها حلوه، وبعدين ذبيحه صغيره هتبوظها ليه وتبهدلها ليه؟ صح. هي طعمه كده كده، حته لحمه ما شاء الله عليها. بالهنا والشفا اللي هياكل. دي من الريش دي. دي من الريش اهي. حته ملبسه حاجه ما شاء الله بألف هنا وشفا اللي هياكل اهو. تمام. الشغل هينزل نظام ايه بقى يا شيف؟ ان شاء الله الوجبه وصبع الكفته والمعلقه وشويه الرز وصبع جلاش باللحمه المفرومه. يعني كل فرد ليه الطبق بتاعه؟ كل فرد الطبق بتاعه. حضرتك هتبقى تشوف البوفيه وكده. تمام. ان شاء الله.